بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي. جبت لكم اليوم كسرة الخسيس. درت لكم من قبل ديجا وصفة تاع كسرة الخسيس، واليوم جبتها لكم وصفة مختلفة. المرة اللي فاتت درت فيها الفارينة، المرة هذه وفيها تاني الزبدة. المرة هذه ما فيهاش الفارينة حبيباتي. كما قلت لكم حبيباتي، الوصفة تاع اليوم فيها غير الدقيق. نحتاجو، انا درت 4 بايك. اللي تحب دير زوج تجربها دير زوج برك، واللي تحب دير 3 اللي تحب. المهم الباط هذاك تاع الزبده تاع نص كيلو، نديرو كل باط نديرو له مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره سكر، مغرفه صغيره خميره تاع الكسره حبيباتي. ونحتاجو لكل كيلة فنجان تاع الزيت، الفنجان اللي نشربو فيه القهوه. والله انا درت في الكاس هذا تاع التاي. كل باط نديروا له فنجان. نبسوها حبيبتي هكا دقيق عادي، دقيق من شكاره عادي، ما هو لا متوسط لا رطب لا من شكاره كيما نشريوه. نبسوها هكا حبيبتي بين يدينا، ما نكتروش التبساس، مش كيما المقروض ولا البراج. حتى المهم نغلفوا هذاك الدقيق برك بهذاك الزيت، ومن بعد نبداو نبلو حبيباتي بالماء. الماء نعمرو الباط كيما انا عمرت هكا الباط، وتسمى ماشي شرط من الماء ماهوش بالقيس. بلو برك هك بشويه بصوابعكم وحتى تتلملا العجينه تاعكم. هكا بشويه كيما انا هادو 4 كيلات ولا 4 بيض. داولي كيله تاع ماء، وهذه اي ربع كيله تاع ماء تاني زدتها. نتوما ما تتقيدوش بالقيس تاع الماء، ديروا حتى تتبللكم العجينه تكون طريه شويه، ما هي جاريه كي المحجوبه ولا تريده تاع الطاجين، ما هي كي الحجره هكاك. وتشوفوا كيفاه تجي. نعجنوها شويه حبيباتي، ندخلوا برك الماء هذاك مليح في الدقيق، نعجنوها هكا. هذه الطريقه تاع العجين. ومن بعد نوليو نغطيوها بفيلم اليمونتير ولا هذاك النيلون اللي نفرشوه في السنيه ولا شكاره. المهم نغطيوها، ما نخليوهاش عريانه باش ما تقشر في الناش هذيك العجينه ودير هذيك القشره ولا لاكروت. ولا نغطيوها هكا مليح، خليوها نص ساعه ساعه تترنخ. شوفوا انا كي يجي وليت لي هكا لقيتها. زد دخلت برك يدي فيها هكا شويه برك، ما كثرتش العجين. ومن بعد حبيبتي قسموها، انايا قسمتها على 5. نتوما اللي تحب تقسمها على 4، اللي تحب تقسمها على 6. تسمى كل وحده، وبعد كي تكون عود وحده صغيره دير قريصات صغار باش تقدر تتحكم فيها. شوفوا حبيباتي نقرقبوها هكا، ولا نلوزوها، ولا نكعبروا، ولا باش يفهمونا اخواتاتنا كاملين يفهموا. كاين اللي سقساتني قالت لي واش معناتها نقرقبها. هذه هي حبيبتي نقرقبها، يعني هكا نكعبرها. نقرقبوا العجينه تاعنا كامله، الكسرات هذوك نغطيوهم حبيبتي بطرف تاع نيلون ولا، ونخليوهم يركحوا شويه ونشعلوا على الطاجين تاعنا. انا لهنايا ما نعتلكمش الطريقه كيف طيبتها، انا دايرتها في الفيديو، في فيديو تسمى من قبل كيفاه طيبتها وكيفاه. الوصفه الاخرى تاني جات هايله ما شاء الله. وهذه تاني صدقوني والله ما تتشبع مع البن في هذا الصيف. مع شوفوا هكا نحطوهم كامل، نغطيهم ونبداو نقرصوا ونطيبوها. حبيباتي ما تنسونيش بالجيم، وما تنسونيش بالكومنتير حلو كيما نتوما. والحبيبات اللي جاوني جدد مرحبا بكم، وجزاكم الله كل خير. وان شاء الله تلقاو حويجات اللي ينفعوكم معايا. شوفوا حبيباتي هكا تقرصوها كما نقول لكم دائما. البنيات الصغار اللي ما يعرفوش واللي ما تعرفش تقرصها تقدر حتى تحل هكا، وبعد تجيب هذوك تاع ليمون هذوك تاع لاير كيك ولا هذاك المدور وتطبخها، ولا حطوا هكا صحنه قصوها وتجيكم بالموس وتجيكم